جايز، مساء الخير مساء العافية. تدرون اليوم الجمعة وأنا نسيت أقول لكم جمعة مباركة. أصلا أنا نسيت اليوم جمعة، راح من بالي ما أدري، بس المهم اليوم ويكند. بروح أتعشى أول مرة برا، بس بعطر. شوفوا هذا، لا بحط عود. خجور، هذا العذاب اليوم، عود اليوم. خلاص جايز، لأن شنو بعد بدأ الشتاء، لازم أنام. حياة الريحة، العود، ولا يريد واحد عود وياه يعني عطور فرنسي، انه يخبطون هاي الخلطات مالتهم ديور طبعا، اكيد اكيد ما بيها منازع. انزين شوي تهدأ واحط عليها هذه كتكوت كتكوت كتكوت. اوف شوف الريحة يا ربي، تحسيه كده طاب ديور. يوم تخليه العود تحس فد مناسبة ضخمة، عرس، طقطقة. جايز، في فرق بين الإنسان المتعلم والإنسان المثقف. الإنسان المتعلم قرأ، وصل لين الشهادة، أخذها الجامعة، كمل وراها دكتوراه ماستر، حيا الله إنه شنو هو وصل. بس هذا عبارة عن متعلم حفظ الكتب ودرخهم وراح قدم بالامتحان ونجح وتوفق، بس انه هو بس قرأ وشاف اللي موجود بالكتب وطبقه. بس المثقف اللي يكون دارس او مو دارس، تحكي وياه بامور الحياة، عنده المام كامل بامور الحياة، من وين ما تحكي وياه يجاوبك، عنده بكل المجالات، ويمكن ما دارس بس الحياة علمته فهمته. وجوز مو هو كبير، يجوز من هو صغير انتكل على نفسه وعلى حياته، او يمكن حتى مرة وتعلم من الحياة. فيوم تناقشه بمواضيع تشوفه لا يعني هيك تنبهر، تقول ما شاء الله، يعطيك افكار، يعطيك تحليل للمواضيع، يعطيك حلول، يعطيك وهو ما دارس. ففي فرق. الشهادة صارت كثيرة هسه الناس تاخذ شهادات تكمل 4 سنين وما يشتغل بمجال اللي درسه نهائيا، تلقاه يروح يدرس او تلقاها تروح تتخصص او مواضيع ثانية، شغلات انه فيها انكم زيادة، فيها مستقبل. فالشهادة مو عبارة عن الانسان انه هو الواو، لا، انت احكي وياه وشوفه شلون يتكلم وياك وطريقة كلامه، وبعدين قول عليه واو اور مش واو. جايز، ديروا بالكم تعيبون على شخص، على شكله، على عيونه، على خشمه، على حلقه. بنية هاي صدرها كبير، هاي صدرها صغير، هاي مدري شنو، هاي مدري شنو، هاي مدري شنو. اسمعوا، مو على مود شي اللي عيب. كل إنسان لازم يقول بينه وبين نفسه، كل بنية بعد، أي أحد يدخل عليك أو أي حتى أنت شاب يدخل عليك ويعيب، يقول أنت مو طويل، أنت قصير، أنت خشمك هيج، أنت مدري شنو، أنت مدري شنو. البنية هم قولها طز بيك واللي جابوك واللي خلفوك. اتهمت لو لا؟ لأن أنتو دا تعيبون. أي واحد يوم يعيب على خلقة رب العالمين. رب العالمين حبيبي رسم كل إنسان بهيئة معينة وخلاه بطن أمه ونزل هذا الشيء الطفل، فيوم كبر كل من وشكله
يش اكو واجد ناس اسم الله انخلقوا مو كاملين، احنا نعيب عليهم. ليش اني ضد وحده او واحد يروح يسوي عمليات تجميل؟ انا هسه تقولون انا ما مسوي عمليات تجميل، انا ما مسوي، هذا خشمي، هذا مال وحده مسويه خشمها تجميل زين، والعيون شنو يسوي لها؟ انا ما مسوي لا عيون ولا خشم، جسمي طبيعي هذا الحمد لله والشكر، صدري طبيعي الحمد لله والشكر. في بنات مساكين ما عندهم صدر تروح تسوي عمليات، هاي كلها اشياء مو زينه، هاي كلها غدد لمفاويه وخلايا واشياء تخوف، مستحيل واحد يحط مشرط العمليه عليها، يخوف. احنا اذا حبايه المسكنه اللي ناخذها بيها اثار جانبيه، لا عتب عمليات صراحه، وكثير ماتوا. طبعا العلم تطور والناس ظلت تعرف شلون تسوي، بس الانسان ما يعرف هو وقدره. فالواحد يجي يعيب على شخص، هاي هيك عيونها، هاي هيك خشمها، هاي هيك حلقها، فانت تتعيب على خلقة رب العالمين. انت يعني ما عاجبك الله. Coming out. You coming out? Where you parked at?